السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفتي لليوم كتير سهلة وبسيطة، كوكتيل المانجا. كوكتيل سهل كتير وبسيط، وطعمه كتير طيب ولذيذ، ورائحته كتير جميلة. يلا مع بعض نبدأ بالطريقة والمقادير. أتمنى أن تدعموا الفيديو بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل يصلكم كل جديد. يلا مع بعض نبدأ بالطريقة. هون عندي المكونات. هون عندي عصير 2 حبة برتقال. هون عندي سكر 3/4 الكاسة سكر، أو كاسة زي ما أنتوا بتحبوا. وهون عندي الفواكه، أنا قطعتها بهذا الشكل. عندي 2 حبة تفاح، حبة مانجا، وحبة موز واحدة فقط. هون عندي شاف الخلاط، بضع فيه الفواكه، بضع التفاح والمانجا والموز، وممكن تضعي شمام أيضا. أتمنى إن ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل يصلكم كل جديد، وشاركت الفيديو بين الأهل. هون وضعت الفواكه. الآن بضع السكر، والسكر على حسب الرغبة. ثم بضع عصير البرتقال، وبضع أيضا 2 كاسة ونص ماء. هون وضعت أول كاسة وثاني كاسة، ثم بضع النص كاسة ماء. والآن بخلطه بالخلاط بهذا الشكل. هون أصبح عندي كوكتيل المانجا جاهز. بصبه في كاسات ويقدم صحتين وهنا. أتمنى إن وصفة اليوم نالت إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو يرجى الضغط على لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، ومشاركة الفيديو بين الأهل. هالكوكتيل طعمه كتير طيب ولذيذ. أتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم بالتعليقات. كانت معكم هبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.